إذا مشاهدينا الكرام، كان هذين النشيدين الوطنيين للمنتخب اليمني ونظير منتخب عمان الشقيق. سأذهب لضيوفي لاستطلاع كيف بيكون شكل الشوط الأول. بشير، شكل الشوط الأول أعتقد أنه كلا المدربين سوف يدخلون التشكيل. رقم 5 فهد المشايخي، 6 محمد المشايخي، 9 الهداف حسام الناعبي. والكرة عمانية، التغطية الدفاعية حضرت في اللقطة الماضية، عادت لصالح منتخبنا الوطني. 13 الوليد البريدعي يتواجد. 10 أحمد العمراني أحد التغييرات في مواجهة الليلة. عبد الرحمن البورسعيد هو الآخر بالرقت في كل بقاع اليمن. ولكن قد تأتيك الفرحة على هيئة شاب تحت 20 يفرح الملايين. إنها كرة القدم، رسالة السلام حيثما حلت، رسالة السلام حيثما ارتحلت. إنها عبارة عن جلد مدور، ولكنها رسمت البسمة على شفاه اليمنيين. يا رب ترسم البسمة بالوصول إلى النهائي ومن ثم تحقيق اللقب. عباس في ركلة حرة لصالح منتخبنا. عادل يسددها. الله يا عباس، يا عباس، يا عباس، هذه أنا ما توقعتها يا عادل، لكنها تسديدة مباغتة كاد من خلالها أن يسكنها الشباك، لكن الحارس العماني مؤمن الصلوي أمن عليها إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب اليمني. لها من تسديدة يا عادل مباغتة بقدم الساحر، جيبوها، لكن الكرة تبعد. اللقطة الماضية منتخبنا يستمر. يلا يا عباس، جيبها يا عباس. الكرة إلى ركلة مرمى، حلو من التوفيق لهم. الكرة الماضية والتسديدة حضرت إلى ركلة مرمى. 12 دقيقة يا الأحبة الكرام. يمن المحاولة عن طريق عباس. كن صوت الكرة اليمنية يا عادل، يا عادل. مختار يا لعيب، يا لعيب، يا لعيب. الله، الحظ يقف أمام مختار. ما كان موفق في الكرة الماضية، سوى كل شيء، عمل كل شيء في أبجديات كرة القدم، لكنها ما حبت مختار، حبت العمانيين، وقفت مع الحمر. الكرة الماضية كانت جرس إنذار يا عمان، حذاري لكم، الدقائق القادمة ستكون ثابتة. الثالثة سد عباس، أعطي عباس، جابها العباس، يمرر إلى نعمان. المهارات، الفنيات، منتخبنا يجيبها. ركلة جزاء، ركلة جزاء لمنتخبنا. منتخب في الأول يتحصل على الركلة الجزائية، فانتقمت في يد اللاعب العماني، لأن وضعية اليد ما كانت سليمة، كانت خارج إطار الجسد، وبالتالي اللاعب العماني وقع في المحظور. ومنتخبنا يقترب من إفراح الجمهور. عباس، قد أحلام اليمني يا عباس. عباس، أثبت أن الصعاب أمام مؤمن الصلوي. في قرار يبدو أن الحكم، نعم أكد، حتى الجمهور زعل. أنا زعلت يا حكم. الحكم دخلنا. يا الله، يا لها من كرة. مؤمن الصلوي والعشتي لم نكن نتوقع على الإطلاق لا حالة الطرد العمانية ولا ركلة الجزاء اليمنية، ولا من ثم أنه عباس يضيعها. هذه أبدا ما توقعناها، أبدا من الاستمرارية. وأيضا شفنا معظم اللاعبين قادمين من دوريات شقيقة وجارة، من عمان، من البحرين، من العراق، وبعضهم موجود في السعودية. والكرة بتعود لصالح عباس. الخضر، جيبها يا عبد الرحمن. الحارس يتألق، عادت إلى عبد الرحمن. يلا يا عباس، ما تخرج من الجو يا عادل، لا زلت في الجو يا عادل. أثبت لهم أن أقدامك تيكي تاك اليمن، تيكي تاك اليمن. عباس، خطأ لعباس. تيكي تاك اليمن بنكهة البن وبطعم القهوة اليمنية الأصيلة، حيث نشأت في عدن وتربت في صنعاء وترعرعت في حضرموت، ومرت من المهرة ولم تنسى نصيبها من حرارة ومن شدة صحراء الجوف. اليمني يشبه ظروف بلاده، حتى ظروفنا المناخية
نشبهها في قاسي في صعب، نمر بكل الظروف، سواء الأجواء القاسية الصعبة، الظروف القاسية، الجغرافيا، يعني مرتفعات، منخفضات، سواحل، سهول، وديان، صحاري. اليمني يتأقلم في كل مكان، دائما وأبدا ناجح. ما تخاف على اليمن، والله ما أقولها لأني يمني، لكن أقولها لأني نشوف ونتابع. وقناة المهرية وما تقدم اليوم خير مثال. عباس ركلة حرة ترسل خطيرة، حارس المرمى قبلها في خطة لصالح المنتخب العماني. يمر الوقت يا شباب، الوقت يمر يا شباب، احنا نلاحظ الوقت يمر. 34 دقيقة لعب، لم نسجل حتى الآن، لكن مباغتة من عادل عباس، وقبله كان في خطة لصالح. قد يكون وطن جريح، نعشق ونعشق تمثيله. الكرة بتصل، يلا يا عباس جيبها إلى الخضر. عباس، الله يا مباغت يا مباغت. الكرة الماضية فيها ركلة مرمى، حاولنا، هذه ممكن المحاولة الخامسة أو السادسة. متى سيبتسم لنا الحظ؟ متى ستقف معنا الكرة؟ يا لها من كرة يا عباس، بالقدم اليسار مؤمن الصلوي مرة أخرى يواصل التألق العماني. مؤمن متألق حتى الآن، 5 دقائق، هذه تستحق الانطلاقة. جيبها يا خضر، دائما الكرات مثل هذه تجيب هدف، تجيب هدف موفق إلى عباس. الهدف يا عباس، الهدف يا عباس. هناك في اليمين اليسار برواني، 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 عدى برواني. الله، كما ينهض اليمني بعد كل سقوط، منتخبنا ينهض من رحم التحدي نحو النصر، نحو الفرح، نحو النهائي. منتخبنا يسجل، منتخبنا يفرح. برواني بأي طريقة، برواني بأي طريقة، شميتها من البداية. والله الهدف يعرف من البداية، الهدف تشم من البداية. هدف يجسد أن هكذا هي حياة اليمني، صعوبة، سقوط، طيحة طيحة طيحة، لكن اليمني ما يستمر طايح. اليمني شامخ، اليمني طول عمره واقف واقف. وحظ 0 برواني على طريقة الكبار، يسجل هدف عالمي. برواني، برواني يا لعيب يا برواني، حطها في زاوية البعيدة جدا، أسكنها في الزاوية المستحيلة. هذه المرة لا يا مؤمن، هذه المرة من أجلنا يا الصلوي، هذه المرة من أجل اليمنيين. وحظ 0 لمنتخبنا، وحظ 0 نتقدم. المباراة الأول ترسل طويلة وعالية وضاح، لكن دفاع أحمد الحاج العماني واقع على الأرض بالسلامة للاعب الواقع في أرضية الميدان حسام ولا مين؟ حكم المباراة يطلب اللعب أو يطلب الإسعاف في أحمد الحاج. حسام النعبي ولا مين؟ حسام واقع في أرضية الميدان. هذه الكرة الماضية، وضاح حاول ارتطام ما بين اللاعبين. هذه الكرة الماضية، بالفلاشات، الأعلام في المدرجات، جمهورنا حاضر يدعم يؤازر. ركلة جزائية للمنتخب العماني لصالح منتخب عمان. العمراني جبل رجفان، إنه لا يقهر، إنه لا يهتز، إنه ثابت، ثابت يا رجفان. إيش فيها؟ إيش فيها الكرة الماضية؟ جابها، لا والله جابها جبل رجفان، تصدى لها جبل رجفان. إنها وإنه ثابت كشموخ جبل رجفان. أخطأ وصحح الغلط، ومنتخبنا يتفوق في شوط المباراة الأول. العودة إلى الزميل علي الحميد والضيوف الكرام في الاستوديو التحليلي. إلى هنا.